السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا وجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. وصفتنا النهاردة سهلة ان شاء الله للمبتدئين. هي عبارة عن بطاطس، حلقات بطاطس مقلية مقرمشة. والخضرة اللي احنا حاطينها هنا دي بقدونس، وهو اختياري للي حابب يحط جوه الخلطة في اثناء التقلية يعني، وممكن ان هو ما يحطش عادي جدا. ايه ان شاء الله في كل الاحوال هيبقى الطعم حلو وخفيفة وسهلة وبتقرمش. بصوا صوت القرمشة حلو ازاي يعني، لا هي حلوة قوي، ممكن تتاكل في ايام مثلا تكون اللي بنقضيها دي مثلا مع شوية سلطة بلدي وعيش. وممكن ان احنا نعملها مع مكرونة بالصوص الطماطم الاحمر الجميل ده، برضو تبقى جميلة معاها. ففي كل الأحوال إن شاء الله هي سهلة والأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تبقى وصفة بالنسبة لكم تعتمدوها. أهم حاجة بس إن احنا نقطع حلقات البطاطس زي ما انتم شايفين كده، تكون متساوية، متكونش فيه مثلا شرايح رفيعة وشرايح تخينة، علشان احنا هنحطها تتسلق كده نص سلقة وبعد كده تتقلي، فما يبقاش فيه بقى بطاطس اتهرت مننا وبطاطس لسه متماسكة، فمش هيبقى الموضوع لطيف. هنا طبعا انا استخدمت حزمة بقدونس، لكن هي حاجة اختياري. لو مش حابين تحطوا بقدونس او كزبرة عادي جدا، مفيش اي مشكلة خالص. هتبقى برضو حلوة. التوابل بقى اللي هنحتاجها رشة ملح، لأن كمان هنحط مرقة دجاج اللي هي السايبة بتاعة العطار، بتبقى فيها ملح ومرقة دجاج، بقسماط مطحون وفلفل أسود وكمون وكركم وبصل باودر. ممكن كمان إن احنا نزود بابريكا. كله هيبقى بمعدل معلقة صغيرة، طبعا برضو على حسب كمية البطاطس اللي هنستخدمها. أنا هنا كنت حاطة حوالي مثلا 6 أو 7 بطاطسيات متوسطين الحجم، مش صغيرين ومش كبار قوي. ممكن نحط بابريكا كمان مع التوابل، هتديها لون وطعم جميل. ممكن كمان نحط توم باودر لو احنا حابين نزود من طعم التوابل اللي في البطاطس. فتمام كده هتكون التوابل كله تقريبا بمعدل معلقة صغيرة لمعلقة الشاي دي، ما عدا طبعا الملح نحاول نظبط الموضوع علشان ما نزودوش قوي. بالإضافة للملح اللي بيكون في مرقة الدجاج، فما يبقاش بقى مالح قوي ونحس طعم مش لطيف يعني. آم، فكده تمام. التوابل اللي هنحتاجها ادي دي كده البقدونس اهو بنغسله. واسهل طريقه نغسل بيها اي حزمه خضره على الناشف كده قبل ما نحطها في الميه ونغسلها كويس، نشيل كل الاوراق الدبلانه او اللي لونها اصفر او لونها اسود او اي حاجات شوائب او حاجه مش نظيفه مثلا شايفينها في الرابطه، فنحاول ان احنا نتخلص منها ونشيل الجزء اللي بيكون فوق ده. وبعد كده كمان يستحسن ان احنا يعني انا متعوده بصراحه من ماما بنغسلها بشويه كربوناتو او كربونات الصوديوم صغيرين، ونحط عليهم شويه خل، بنسيبهم شويه وبعد كده بنحط عليها شويه ميه في طبق بلاستيك او في علبه زي ما انتم شايفين كده، ونسيبها يعني مش اقل مثلا من 20 دقيقه. نحاول ان احنا كأننا بننقعها كده تطلع كل الطينة والحاجات اللي هي بتبقى لازقة في الأوراق تخرج في المية، ونبدأ نغير المية كذا مرة لحد ما نلاقي المية خلاص بقت تمام بيور، ما فيهاش أي شوائب ولا أي طينة ولا أي لون مش لطيف. ونبقى كده متأكدين إن هي طبعا بقت إن شاء الله نضيفة، نقدر إن احنا ناكلها، لأن الورقيات بالذات بتبقى أكتر حاجة محتاجة إن احنا ناخد بالنا قوي من تنظيفها. وإن هي لازم تكون ما فيهاش أي حشرات أو أي طينة. الحاجات دي بتبقى مرعبة بصراحة لو حد اكتشف حاجة زي كده وهو بياكل يعني. طبعا أي حاجة لازم ننضفها كويس. طبعا هنقطعها على البلانشة بقى على ايدك الأسهل ليكي. فكده احنا حطينا اهو الكربونات والخل والميه، بصوا الميه عامله ازاي، طبعا قعدت شويه الميه لونها اسود مش نظيفه خالص، فلابد ان احنا نتخلص منها ونفضيها كده كذا مره زي ما انتم شايفين، لحد ما نتاكد ان خلاص لون الميه بقى نضيف تماما وان هي بقت ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجه وحشه. حله بقى على النار هنحط فيها شويه ملح حلوين كده، برضو بيكونوا برضو يعني مناسبين لكمية البطاطس. لو انت حاطة بطاطس مش كتير طبعا مش هنزود الكمية عشان ما تبقاش مالحة قوي، لان البطاطس بتمتص الملح بطريقة فظيعة. فناخد بالنا بس من الحاجات الصغيرة دي.
دي بنتي هنا بتلعب معايا. فحطينا مية البطاطس فيها الملح، وقطعنا الخضرة قطع صغيرة وشلنا حبة صغيرين كده في طبق على جنب، هنقول ليه دلوقتي. المية بمجرد ما غليت نزلنا بكل حلقات البطاطس. وزي ما انتم شايفين هنحاول ان احنا طبعا ما نقلبهاش كتير عشان ما تتهريش مننا. انا بس هنا كنت بشوفها قربت انها تدخل في مرحلة السوا ولا لسه شوية. إحنا مش هنسيبها كتير على النار، لإنها لو اتهرت أو اتكسرت كده خلاص مش هينفع إن إحنا نمسكها ونحطها في الcover بتاعها أو الخلطة اللي إحنا هنعملها وبعد كده نقليها، هيبقى الموضوع صعب. هي يا دوبك تاخد غلوتين 2 بس، فنشيلها من على النار زي ما أنتم شايفين. هنشيلها من النار مباشرةً لمَيّة في صينية كبيرة أو في طبق، يا إما تكون مَيّة من الحنفية، يا إما تكون مَيّة ساقعة، علشان نوقّف مرحلة السِوَى بتاعتها. وما نلاقيهاش بقى لو إحنا سِبناها في المَيّة هتتهري خالص وتبقى مسلوقة، يا إما لو شِلناها برضه من الحلة وحطيناها كده لوحدها وهي سخنة، ممكن تكمّل في السِوَى بتاعها وتتهري شوية أكتر من المرحلة اللي إحنا طفينا عليها فيها يعني. فناخد بالنا كويس بس من الحاجات الصغيرة دي عشان ما نلاقيش الأكل باظ مننا ويعني نتضايق، طبعًا الموضوع بيبقى مش حلو يعني. طيب نقول بقى المكونات اللي إحنا عملنا بيها الcover بتاع البطاطس. دي كوباية إلا ربع من الدقيق، كوباية إلا ربع من الدقيق، وكمان هنحتاج نشا، هنحط معلقتين كبار من النشا مع الدقيق ده. تاني هافكّركم إن الخضرة اللي إحنا حطيناها في الcover مش إلزامية، اللي حابب يحطها عادي، واللي مش حابب ما يعني عادي، هي مش هتغيّر في الطعم. إحنا بس بنحبها بالخضرة علشان الطعم التعوّد بس، لكن مش حاجة مختلفة يعني، تمام. كده إحنا حطينا النشا مع الدقيق، وهنحط بقى كل الطبق اللي كان فيه التوابل بتاعتنا، الملح مرقة الدجاج والفلفل والكمون والبصل الباودر والبقسماط المطحون، ولو عندنا بابريكا. أنا متعودة أحط فيها بابريكا بس كانت خلصانة عندي وقتها فما حطيتش يعني ساعتها، بس هي هتبقى برضه هتديها طعم جميل. نقلب كل ده بقى كويس مع الدقيق والنشا. هيتم التقليب طبعًا كويس كل المكونات علشان تندمج مع بعضها. نذكر ربنا كتير طول ما إحنا واقفين في المطبخ، ربنا ييسر لنا إن شاء الله. نجيب بقى دي كوباية خمسينة، مش كوباية كبيرة بصراحة، يعني دي نُص الكوباية العادية. أنا كده أخدت تقريبًا ربع كوباية مَيّة. هاحاول إن أنا أزوّد بقى المَيّة بعيني كده لحد ما ألاقي الخليط بقى يعني مش تقيل أوي ولا هو خفيف أوي. أنا هنا يمكن الموضوع خَف منّي شوية، هي كان يُستحسن إن هي تبقى أتقل من كده سيكة صغيّرة يعني، فأنتم خلّي بالكم. وكمان أنا بس يمكن زوّدت المَيّة علشان هاحُط الخضرة فهي هتتقل. هتدوقيها بقى. إحنا كمان هنحتاج بيضة، أنا آسفة نسيت أقول لكم على البيضة، بس أنتِ ممكن تدوقي الخليط قبل ما تحطّي البيضة عشان الموضوع ما يبقاش مقرف. يعني هتحطي الدقيق وتحطي التوابل وبعد كده المية، وتبدأي تشوفي كده بالراحة على طرف لسانك ان الموضوع محتاج ملح ولا لا. لو انتي مش عارفة تظبطي الملح لقيتيه محتاج هتزودي حاجة بسيطة، تمام. يبقى هتحطي الخضرة لو حابة تحطيها. انا هنا زودت البقدونس اهو، قلبت كويس. وبعد كده في الاخر هنحط البيضة، تمام. نحط البيضة بعد ما نحط كل المكونات بتاعتنا دي والمية، ننزل بالبيضة بقى في الاخر. والفلفل الأسود بقى أهميته هنا غير الطعم إن هو بيودّي زفارة البيض، مش هتحسّي بيها خالص، 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 وكمان بتدّي قرمشة وطعم جميل جدًا، تمام. كده إحنا خلّصنا أهو، كل المكونات بتاعتنا قلّبناها مع بعضها، حطّينا البيضة، هنقلّب كويس، وكده الموضوع خلاص تقريبًا خلّصنا. الخليط اللي بقى معانا ده بقى جاهز. هننزّل فيه حلقات البطاطس، وهنغطي البطاطساية طبعًا بكل المكونات اللي قدامنا دي، ونقليها في الزيت، وناخد بالنا ما ننزلش بيها فجأة. إن الزيت يكون سخن أوي، أوي، لإن كده ممكن يخلّيها تتحرق بسرعة، وفي نفس الوقت تفضل من جوّه. هي ما تنسوش إن إحنا شِلناها بعد غلوتين 2، فهي لسه مش مستوية أوي، فما تبقاش بقى محروقة من برّه ومن جوّه مش مستوية طبعًا يعني. لأ، هنندم إن إحنا عملنا الوصفة وندعي على ديشا طبعًا. فإن شاء الله
الموضوع يظبط معاكم والله العظيم سهلة قوي، بس هي حاجات صغننة بس نركز فيها ان شاء الله هتعملوها احسن من اي حد. فهنا اهو تمام، الزيت وسط، مش هو لا هو بارد قوي ولا هو سخن قوي. هننزل بالبطاطس اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا بنحبها هنا، طعمها الخضرة بصراحة بتديها طعم كده شبيه القرنبيط اللي بناكله الجميل بتاع الشتاء. احنا هنا بنحبه كده يعني مش بالعيش بقى وكده، لا احنا بناكله كده يعني تسالي. فهو طعم البطاطس لما بنحط فيها الخضرة بنحسسنا شوية ان هي شبه الطعم بتاع القرنبيط كده. فلو انتوا حابين ده حطي الخضرة، مش حباها يبقى شيليها، هتديكي طعم البطاطس البيور لوحدها، برضو هيكون طعمها جميل جدا. كده وهنحاول ان احنا نبص على البطاطس كل شوية لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. لو لسه هنسيبها، هي ما بتاخدش وقت طويل، وفي نفس الوقت مش اول ما تنزل هتلاقيها خلاص استوت يعني. وخصوصا ان هنا انا كنت برضو واخده بالي شوية النار ما كنتش معلياها قوي عشان كنت خايفة تتحرق مني. فانتوا ركزوا بس في الموضوع ده. هنا هي اهي، بصوا ده كده شكلها وقت التقلية، بس هو التصوير عندي بس وانا ببقى ماسكة كده الكاميرا والاضاءات ما بتبينش قوي. اهي هنا طلعت اهي، الحمد لله طلعت كويسة وتمام. الخضرة اللي احنا كنا شلناها على جنب، في جزء منها هنرشه على الوش كده. طبعا الأول بنطلعها على منديل مطبخ علشان تطلع كل الزيت الزايد اللي فيها. وبعد كده بتتصفى بقى خلاص من الزيت على المنديل ده، بنحطها في طبق تاني للتقديم. انا هنا كنت عاملاها اكلناها مع عيش عادي وسلطة بلدي. شلت برضو شوية من البقدونس علشان السلطة، وشوية عشان ازين بيه الوش. بتبقى حلو برضو الخضرة في الاكل، بتساعد على الهضم. نسيت اقول لكم ان انتوا لو حابين الوصفة تبقى بكفر زي البانيه بالظبط، ممكن نحط فيها فيجيتار لو حابين. احلى حاجة ان الاكلة دي ان شاء الله لو جربتوها هتعجب الأطفال، لو عندكم أطفال في البيت هتعجبهم جدا، وفي نفس الوقت هي مفيدة ومش صعبة في التنفيذ خالص ومبتاخدش وقت. إن شاء الله تعجبكم. يا رب تجربوا الوصفة، ويا رب أكون بقدم لكم أي معلومة ولو بسيطة. إن شاء الله تجربوا الوصفة وبإذن الله تعجبكم. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد الدقيقة دي بجد بشكركم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.